أصيب بمرض نادر، هو الوحيد على وجه الأرض اللي أصيب بيه. أصيب بشلل، ولكن هذا الشلل يختلف عن أي شلل. هو كان جسمه كله مشلول، ولكن كان الحاجة الوحيدة اللي بتتحرك فيه هي صباعه. عنده صباع واحد بيتحرك. هل بقى قعد يندب ويعيط ويبكي ويقول أنا جسمي كله مشلول، ممكن أعمل إيه في هذه الحياة؟ لأ. عمل حاجات كتير جدا، بقى حديث العالم. عمل كتاب واتنين وتلاتة، كان حديث السوشيال ميديا. مين هو ده؟ ده الشاب السعودي عرفان حافظ، اللي أصيب بشلل ولكن فضل حاجة واحدة في جسمه كله بتتحرك وهي صباعه. عرفان حافظ عمل حاجة مهمة جدا بصباعه ده، انه بدأ يكتب قصة حياته على السوشيال ميديا، بدأ يكتبها على الكيبورد، وكتب كتاب واتنين وتلاتة، والكتب دي طبعت وانتشرت وعملت له رواج غير عادي، وعملت له مشاهدين ومتابعين غير عاديين، وكان قصة ملهمة لناس كتيرة جدا. يا جماعة، شوف إمكانياتك، شوف الحاجات اللي ربنا رزقك بيها، شوف صحتك، شوف عينيك، شوف مخك وتفكيرك، شوف إيديك ورجليك وهكذا. عندنا قدرات غير عادية، لو استثمرناها هنعمل بيها حاجات كتيرة جدا. مش بس عرفان حافظ، سلوى حسين، هذه الفتاة المسلمة البريطانية اللي في يوم من الأيام حست إنها تعبانة جدا، وحست بألم شديد في الصدر، فراحت لدكتور الأسرة. راحت لدكتور الأسرة تشتكي له وتقول له الألم اللي هي حاسة بيه. دخلها المستشفى، عمل فحوصات وكشف عليها، اتضح إنها بتعاني من قصور حاد في القلب، ولازم يتعمل لها عملية زرع قلب الآن. لازم في خلال يوم واحد تعمل عملية زرع قلب. ولكن طبعا عملية زراعة القلب دي بتحتاج حاجات كتيرة جدا، وبتحتاج شخص متبرع يتبرع بالقلب بتاعه، اللي ما كانش موجود في هذا اليوم في المستشفى وما قدروش يوفروه. طب يعملوا ايه؟ عملوا لها قلب صناعي. كانت العملية الثانية على وجه الأرض أيضا، تاني إنسان يتعمل له عملية زرع قلب صناعي. القلب الصناعي ده يا جماعة كان محطوط في شنطة وزنها 7 كيلو، شايلاها سلوى حسين على ظهرها، بتتحرك بيها، بتروح بيها وبترجع بيها، تعمل كل حاجة، وهذه الشنطة في ايديها، قصدي شايلاها على ظهرها. لو نسيتها يوم واحد، لو نسيتها دقيقة واحدة، هتموت. سلوى حسين كملت حياتها وكملت تعليمها، وعاشت حياة سعيدة ناجحة منجزة، وهي تتحرك وتروح جامعتها وتروح دراستها وتروح كل مكان، وهي شايلة شنطة وزنها 7 كيلو على ظهرها، فيها قلب، فيها قلب صناعي بيضخ الدم إلى كل أجزاء جسمها. كل واحد فينا يقدر يعمل حاجات كتيرة جدا بالخيرات والنعم والمواهب والقدرات اللي ربنا مديها له. ودي تسريبة صغيرة من كورس دع القلق وابدأ الحياة. لو انت شايف انك قلقان، لو بتفكر في كتير في مشاكلك، شوف مشكلة عرفان حافظ وشوف مشكلة سلوى حسين، واتسم بسمة مهمة جدا وتقنية مهمة جدا تخلصك من التفكير الزائد، وهي الرضا. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. أشوفكم في الكورس إن شاء الله. دع القلق وابدأ الحياة.